النهارده هنتعلم ازاي نخزن الشطة او هريسة الشطة. بحبها جدا وبحب استخدمها جدا في الاكل، بحب الاكل دايما يبقى مشطشط كده. انا بجيب الشطة الحمراء وببقى عارفة ان هي حراقة وانا غسلاها تمام، وبقطع الحتة اللي فوق ديت، وزي ما انتم شايفين كده بحطها في الكبة. بحط عليها معلقة ملح كده صغنونة، بحط عليها ودي زيت اهوت، هنحط منه يجي معلقة كده او معلقتين تمام. وبعد كده هنضرب بقى في الكبة، هنضرب كويس لغاية لما تبقى ناعمة. انا بحب اخليها جدا في الفريزر وبحب احطها في الاكل، بتبقى تحفة بامانة. اهو زي ما انتم شايفين هنضربها وهننعمها خالص على قد ما بنقدر يعني. بعد كده هحطها في كيس وهنشيلها في الفريزر. انا بحب احطها في كيس احسن عشان اكسرها كده واقطع منها. هي الكبه هنا كانت بتطحن بس كان في حتت لسه ما اتطحنتش معايا، وزي ما انتم شايفين اهو هحطها في الكيس زي ما قلت لكم. انا بحب اخليها جدا في الفريزر، بحب احطها جدا في الاكل. وبحب طبعا، واهم حاجه واحنا بنحطها في الكيس نفرغ الكيس من الهواء علشان ما ياخدش مساحه في الفريزر ويكون حلو كده، ونبقى معلمينه عشان برضو ساعات ممكن في حد يتلخبط وياخد ياخدها بدل الصلصه تمام. وهو هحطها في الكيس وهفرغ الهواء اهو. هربط بصوا يا جماعه، ولما تلاقوها في السوق لازم تجيبوا شطه وتخزنوها، وبألف هنا وشفا.